كنت ديما كنقول لراسي غادي نكون شي واحد، غير أعطيني شوية وقت. ولكن الوقت كان كيدوز والحلم كان كيبقى واقف. بدلت بزاف ديال الحوايج في حياتي، ولكن النتيجة كانت كتجي ديما وحدة: البداية ومن بعد التوقف. أصعب حاجة ما كانتش الفشل، بل إني ما وفتش بالوعد اللي عطيت لراسي. نهار من نهارات سمعت جملة بقات تكرر في ودني: ما بديتش حيث كنت واثق، بديت حيث تعبت من الهروب. فهمت أني ما خصنيش نكون جاهز، خصني غير نوقف الهروب. رجعت نبدأ بلا إعلان، غير بخطوة صادقة. اليوم ما زال كان غلط، ولكن ما بقيتش كنوقف، حيث فهمت أن اللي كيطيح وكيوقف أقوى من اللي عمره ما جرب. وإلا بديتي من الصفر، عرف باللي الصفر راه بداية ماشي نهاية. عمري تخيلت أن أصعب معركة في حياتي غادي تكون مع راسي. الناس كانت كتشوفني كنضحك، كنهدر، وكنبان عادي، ولكن الحقيقة كانت مختلفة بزاف. كنت كنفيق الصباح وكنحس بثقل في صدري، ثقل ما عرفتلوش اسم، غير إحساس باللي شي حاجة ناقصة. كنت كنحاول نخدم، نركز، ونبني شي حاجة اللي نكون فخور بها، ولكن كل مرة كنت كنوقف في وسط الطريق. كنت كنقارن راسي بالآخرين، نشوفهم كيطلقوا مشاريعهم، كيوصلوا، وأنا باقي كنقول غادي نبدأ غدة. ولكن في واحد الليلة كنت جالس بوحدي ساكت، وطرحت سؤال بسيط: وش بغيت نبقى هكذا ديما؟ وهذا السؤال ضربني بقوة. فهمت أني إلا بقيت كنتسنى الوقت المناسب عمري ما غادي نبدأ. ذاك النهار خديت قرار صغير: نكمل ولو بخطوة بطيئة، ما حيث وليت ناجح، ولكن حيث وليت صادق مع راسي. وإلا وصلتي لهنا، عرف باللي قصتك ما سالاتش بعد.